Hello everybody, how are you doing? I hope you are so good. أنا إسلام عادل وأنت بتتفرج على قناة نوبل أكاديمي. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن بعض الاساسيات الخاصه بليفل 1 وخاص بالفاونديشن اللي هو التاسيس. اتكلمنا عن الساوندز اوف ذا ليترز واتكلمنا عن الفرق ما بين الساوند والليتر، الفرق ما بين الحرف والصوت بتاعه. اتكلمنا عن حاجه اسمها شورت اند لونج كومباوند ليترز اللي هي الحروف المركبه القصيره والحروف المركبه الطويله. بعد كده انتقلنا للكلام عن حاجه اسمها البارتس اوف سبيتش اللي هي اقسام الكلام. اتكلمنا عن اشهرهم واتكلمنا عن الناون والبروناون والفيرب والادجكتيف والادفيرب والبريبوزيشن، وعرفنا اشهر 3 حروف جر في اللغه الانجليزيه هم ان واون وات. لو ما شفتش كل الحاجات دي حاول ترجع بقى للفيديوهات القديمه علشان الكورس ده ماشي ستيب باي ستيب خطوه بخطوه عشان ما يفوتكش معايا اي حاجه من الحاجات اللي فاتت ولا الحاجات اللي احنا لسه هنشرحها مع بعض. كلامنا النهارده ان شاء الله هيبقى مختلف شويه وهنحكي عن حاجه ليها علاقه بتكوين الجمله. تكوين الجمله ده احنا حكيناه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت، وقلنا ان انت عشان تكون جمله محتاج يكون عندك 3 main ingredients او 3 main objects او 3 main materials او 3 main things. ايه هم ال3 حاجات الاساسيين؟ هم السبجكت اللي هو الفاعل، معانا كمان verb اللي هو الفعل، ومعانا الكومبلمنت اللي هي تكمله الجمله. الكومبلمنت دي ممكن تبقى object وممكن تبقى حاجات تانية هنتكلم عنها دلوقتي. تعال افكرك سريعا كده باللي قلناه المحاضرات اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت. احنا اتكلمنا في البدايه عن السبجكت اللي هو الفاعل. قلنا ان السبجكت ممكن يكون ناون اسم، وده اي اسم بقى في الكون حوالينا، ممكن يكون اسم اشخاص، ممكن يكون اسم جماد، حيوان، الوان، اكلات، مشروبات، بلاد، بحار، محيطات وغيره. اتكلمنا كمان عن البروناون، والبروناون اللي هو الضمير حكيناه في حلقه ماضيه ممكن تشوفها برضو في سلسله الحلقات دي من الكورس اللي معانا. وقلنا ان البروناون في منه 5 kinds 5 انواع. عندنا حاجه اسمها السبجكت بروناون اللي هي ضمائر الفاعل، والاوبجكت بروناون ضمائر المفعول، والبوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه، والبوسيسيف بروناونز ضمائر الملكيه، واخر نوع معانا هو الريفلكسيف بروناونز اللي هي الضمائر المنعكسه. بعد كده انتقلنا للكلام عن الفيرب، وقلنا ان الفعل نوعين، في منه حاجه اسمها مين فيرب اللي هو الفعل الاساسي، اي فعل حضرتك او حضرتك بتستخدموه في حياتكم العمليه وحياتكم اليوميه اسمه مين فيرب. خدنا عليه امثله في الحلقات اللي فاتت، ممكن تشوفها لو عايز ترجع تاني للبلاي ليست القديم بتاعنا. هتلاقي عندنا افعال زي بلاي وايت ودرينك وفيزيت وافعال تانيه كتير. الشكل الثاني من المين فيربس او من الفيربس عموما هي الهيلبينج او الاكسيلري فيربس اللي هي الافعال المساعده. والافعال المساعده 4 وحكيناهم برضو في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل. قلنا ان هم حاجه اسمها verb to be، حاجه اسمها verb to do، وحاجه اسمها verb to have، والرابعه بتاعتنا اسمها model verbs اللي هي الافعال الناقصه. وقلنا ساعتها ان الverb to be هم 5 am is are was were، وعندنا 3 verb to do و does و did قلناهم وشرحناهم وخدنا عليهم كمان examples كتير في الحلقه اللي فاتت. اتكلمنا كمان عن verb to have وhas وhad، وقلنا ان have هنا ليها 3 معاني، ممكن تيجي بمعنى يمتلك، ممكن تيجي بمعنى يتناول، وممكن كمان تيجي بمعنى يعني ممكن نستخدمها مثلا بمعنى يصاب بمرض. لو جه وراها بقى مثلا نوع من انواع الالنس او نوع من انواع الديزيز استخدمها بمعنى يصاب او اصيب لو انت عايز تغير زمن الجمله. ده شكل الفيرب بالتفصيل. في عندنا مين فيرب وحاجه اسمها هيلبينج فيربس. الشكل الثالث هو الاوبجكت في الجمله اللي هو المفعول، والاوبجكت هنا بيبقى نوعين، ممكن يبقى ناون وممكن يبقى بروناون. اتكلمنا عن تكمله الجمله وقلنا ان من ضمنها انك ممكن تستخدم الاوبجكت ده في اي مثال من الامثله. طيب تعال نشوف مع بعض تكمله الجمله ممكن تكون ايه زي ما حكيت لك المحاضره اللي فاتت. ده كده تعتبر ريفيجن سريع على اللي قلناه المحاضره اللي فاتت. اول شكل معانا من تكمله الستيتمنت او الجمله هي الناون، يعني تكمله الجمله ممكن تكون ناون. ازاي؟ لو قلت he is a doctor، he is a doctor. بالمناسبه الكلمه دي ما اسمهاش دكتور، ارمي دي في الزباله. عندنا حاجه اسمها دكتور، حرف الاو في معظم الكلمات بيتنطق ده صوت، ده مش حرف، ده صوت، يبقى دي كده اسمها دكتور. فلما اقول هي ده كده السبجكت، ده الفاعل الاساسي في الجمله، واز انا طبعا اختصرت هنا وهعلمك بعد كده في حلقات قدام ازاي تعمل ابريفيشن، ازاي تعمل اختصارات وتركب الكلام، تعمل كولوكيشن للجمله بحيث انك بدل ما تقول هي از ا دكتور تخطفها وتقول هيز ا دكتور. طيب هي ده سبجكت، از ده المين فيرب اللي اتكلمنا عنه من شويه، دكتور هنا جايه ناون، هو ده تكمله الجمله، هو ده الكومبلمنت، هو ده الاستكمال اللي من غيره ما ينفعش الجمله يكون ليها معنى.
طيب يبقى لما اقول هي از ا دكتور انا استخدمت هنا كده ناون عشان اكمل الجمله. ممكن الكومبلمنت او التكمله ما تكونش ناون، ممكن تكون adjective صفه زي ايه؟ هي از tall، هي از tall. المره دي انا استخدمت adjective عشان اكمل الجمله. طيب تالت شكل معانا هو ضمير الملكيه، ممكن يكون هو ده الشكل الاساسي برضو بتاع الكومبلمنت او بتاع التكمله. زي ايه مثلا؟ زي mine، والضمائر دي حكيت لك عنها وكتبتها في الحلقه اللي فاتت بالتفصيل، ممكن تراجعها معايا او تبص معايا تاني لو انت نسيتهم. عندنا mine، his، hers، وعندنا اتس دي ما فيهاش ضمير ملكيه، يعني دي المفروض تكون هنا مكانها داش او شرطه، ما فيش لقيت ضمير ملكيه في اللغه الانجليزيه. وعندنا ours وtheirs وyours. طيب تعالى كمان نشوف معايا بعد كده الشكل اللي هو الرابع من الكومبلمنت اللي هي التكمله بتاعت الجمله. عندنا myself، himself، herself، itself، دول 4 للسنجلر للمفرد. وعندنا ourselves يعني بأنفسنا، themselves بأنفسهم، وyourself ليها شكلين. yourself معناها بنفسك لو بكلم واحد بس، وyourselves معناها بأنفسكم لو بكلم مجموعة أشخاص قدامي. ممكن كمان الكومبلمنت تبقى reflexive pronoun، ضمير منعكس، اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. ممكن اقول مثلا في الضمير هنا اشكال مختلفة زي ايه؟ بص على اول اكزامبل كده، استخدم حاجة اسمها ظرف الحال اللي هو الادفيرب اوف frequency. زي ايه؟ he runs quickly. المرة دي انا بتكلم عن الجري بتاعه وعايز اقول هو بيجري بسرعة، فاستخدمت هنا adverb اللي هو الحال، وشرحته برضو في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل ولما فرقت لك ما بين الادجكتيف والادفيرب. تعال نشوف مع بعض كده. he runs quickly، يبقى هي هنا هو السبجكت والruns هي المين فيرب الفعل الاساسي. عشان اعمل كومبلمنت للجمله استخدمت هنا adverb وقلت ايه؟ quickly. الادفيرب هنا بيوصف حاله الجري. طيب في شكل تاني من الظروف؟ طبعا في شكل تاني من الادفيربز اكيد. تعال نشوف كده ظرف المكان هنا. لما اقول he goes to the club، لو قلت he goes وسكت انت ما فهمتش مني حاجه، انا بقول لك هو يذهب. لو ما كملتش كلامي يبقى انت كده لسه قاعد منتظر مني ان انا اعمل كومبلمنت، ان انا اكمل الجمله. لما اقول لك دلوقتي he goes to the club كده انا استخدمت هنا to the club كظرف مكان عشان خاطر اعمل كومبلمنت او تكمله للجمله. معنى كده ان انا قلت لك he goes وسكت يبقى انت لسه واقف عندك مشكله معايا لانك منتظر بقيه الكومبلمنت، منتظر ان انا اكمل لك الجمله. عشان كده الكومبلمنت هنا هو مكان، وبالتالي انا استخدمت ظرف مكان. يبقى to the club كلها على بعض هي فيها حرف جر وفيها مكان، بس كلها عباره عن كومبلمنت واحد بس بكمل بيه معنى السنتنس اللي انا شغال عليها. نفس الكلام هنا لو بكلمك على حاجه اسمها ظرف تكرار، عايز اعبر عن تكرار الحدث اكتر من مره، فبقول لك he goes to the club once a week. خلي بالك هي نفس الجمله اللي فوق بس انا زودت عليها هنا adverb of frequency اللي احنا بنسميه بالعربي ظرف التكرار، حاجه بتعبر عن تكرار الحدث كذا مره. فبقول لك he goes to the club once a week، معناها كده ان انا او هو بيروح النادي مرتين في الاسبوع، او مره في الاسبوع، او 3 مرات في الاسبوع، او 5 مرات في الاسبوع. شيل once من الجمله وحط اي رقم يعبر عن مدى تكرار الحدث. طبعا once a week هنا معناها مره واحده في الاسبوع. تعالى كمان لظرف الزمان اللي هو الادفيرب اوف تايم. ظرف الزمان هنا هو جمله برضو اقدر استخدمها ككومبلمنت عشان اكمل بيها الجمله. زي ايه؟ he went to the club yesterday. المره دي انا بعبر عن وقت حدوث الحدث ده، فعايز اقول لك ان هو راح للنادي امبارح. كلمه yesterday لوحدها تعتبر كومبلمنت للجمله لان انا كملت بيها علشان اعرفك وقت حدوث الحدث اللي احنا بنحكي عنه. تعالى بقى ننتقل لجزئيه ثانيه بعيدا عن الكومبلمنت شويه ونشوف مع بعض how to form a question. انا دلوقتي عرفت ازاي هكون جمله. طيب how to form a question، ازاي اكون سؤال؟ زي ما انا بقول لحضرتك ان في sentence وفي statement وفي phrase زي ما حكينا في الحلقه اللي فاتت، لازم كمان حضرتك تبقى عارف بعد ما عرفت تكوين الجمله لازم تعرف how to form a question، ازاي اكون سؤال. الحقيقه في الانجليش عندنا انه الكويشن نوعين. النوع الاول من الكويشنز هي اليس اور نو كويشن اللي هو السؤال اللي انا بجاوب عليه بيس اور نو، اللي احنا بالعربي بنقول عليه هل. بقول لك هل اكلت؟ هل شربت؟ هل ذهب احمد الى النادي؟ هل نامت سهى؟ هل هم يشاهدوا التلفاز؟ كل دي حاجات بالعربي لما تجاوبني عليها لازم تقول لي نعم او لا.
معنى كده ان الجمله اللي هجاوب عليها بيس اور نو لازم تكون جمله استفهاميه ومعناها بالعربي هل. ايه الفورم بتاعها او تكوينها عامل ازاي؟ بدايتها لازم تكون helping verb. لو انت لسه ناسي الهيلبنج فيرب ارجع بالفيديو كده 3 4 5 دقايق لورا، هتلاقيني مراجع لك وكاتب لك في الفيربس اشكال الهيلبنج فيرب الاربعه، ولو ما لقيتهاش هنا يبقى هتلاقيها كمان في الحلقه اللي قبليها. ارجع تاني البلاي ليست وشوفها معانا عشان تتاكد وتفتكر الهيلبنج فيربس اللي انا قلتهم الاربعه. معنى كده انك تقدر تبدا هنا بفيرب تو بي am is are او was او were. ممكن تبدا كمان بفيرب تو do، تبدا بدو او does او did. ممكن تبدا بفيرب تو have وهاز وهاد، او تبدا بموديل فيربس، تبدا بكان ماشي، تبدا بكود ماشي، تبدا بويل بشال بماي. كل المجموعه دي اسمها ايه؟ اسمها helping verbs، يعني افعال مساعده. وراها لازم تحط السبجكت، وده احنا حكينا من شويه وانت خلاص فهمت معايا يعني ايه سبجكت. الفاعل نوعين، هتحط هنا يا اما ناون يا اما بروناون. معنى كده ان الضمير هنا لازم يكون ضمير فاعل، واحد من السبعه اللي حكيناهم I he she it we you they، واحد من السبعه ومفيش غيرهم تقدر تحطه هنا كبروناون سبجكت. اخر جزئيه هتبقى هنا main verb اللي هو الفعل الايه الاساسي. معنى كده ان ما ينفعش احط هنا مثلا is وما ينفعش احط هنا مثلا are، فلازم المين فيرب هنا لازم يكون واحد من الافعال الاساسيه اللي قلناها زي eat drink visit sleep fight. اي فعل خلقه ربنا في الكون هو اسمه main verb ما عدا الاربعه اللي اتفقنا عليهم. التركيبه دي تجاوب عليها بيس اور نو، يعني بنعم او بلا. نفس التركيبه بص معايا تحت كده هتلاقيها تاني برضو helping verb وراها subject وراها main verb، بس التركيبه دي زودنا قبلها حاجه اسمها question word، يعني اداه استفهام. بالطريقه دي يبقى انت كده مش هينفع تعمل سؤال بيس اور نو، وهو ده النوع التاني من الاسئله اللي بنقول عليه WH question اللي هو السؤال باداه استفهام. تعال بقى اعرفك على اشهر ادوات الاستفهام في اللغه الانجليزيه. عندنا اكتر من 28 اداة استفهام في اللغة الانجليزية، بس دلوقتي في الفيديو ده وفي الحلقة دي هعرفك على اشهرهم. تعال نبدأ كده ب who. الاداة دي معناها بالعربي من. معنى كده انك لما تسأل بهو لازم تكون بتسأل عن فاعل عاقل، واحد عمل حاجة وانت مش عارفه، فبتسأل مين اللي عمل الحاجة دي. بص كده على الاكزامبل ده هتلاقيني بقول لك مثلا who wrote the lesson. who wrote the، ايوه زي ما انت سمعتها مني كده بالظبط، هي اسمها lesson. ارمي في الزباله بقى كلمه lesson، مفيش حاجه في الانجليزي اسمها lesson، هي اسمها lesson. طيب who wrote the lesson، مين اللي كتب الدرس؟ اهو علي wrote the lesson. يبقى انا كده سالت عن علي بمين؟ بهو. هي دي الاداه الاولى. تاني اداه معانا اسمها whose، وفرق ما بين who للسؤال عن الفاعل العاقل، الشخص اللي عمل الحاجه، وwhose الشخص اللي هو في ملكية، في حاجة تخصه. يبقى whose معناها لمن، ملك مين الحاجة دي، حاجة لقيتها ضايعة وعايز تعرف بتاع مين. بص معايا كده whose book is it. whose book is it، ملك من الكتاب ده. دايما الwhose لازم يجي وراها اسم الحاجة اللي بسأل عنها، الحاجة اللي أنا مش عارف هي بتاعت مين. فلما أقول هنا it's my book إنه كتابي، كده يبقى حضرتك عرفت او انا عرفت ان ده كتابك لانك بتقول لي it's my book. طبعا لو رجعنا كده للحلقه اللي فاتت هتلاقيني شرحت لك بالتفصيل كل انواع الضمائر. my هنا صفه ملكيه او بنقول عليها بالانجلش possessive adjective. ليه؟ لان جاي وراها النون او الحاجه الملك ليها اللي هو ملكي انا. طيب تالت شكل من الادوات اسمه where. بالمناسبه ال WH دي في اول حلقه في الكورس ده، ارجع كده الحلقه الاولى معانا في السلسله دي وهتلاقيني قلت لك ان ال WH بيتنطق دايما بصوت حرف الواو في العربي. معنى كده ان حضرتك ما ينفعش تقول where والطبيعي انك تقول where. بصوا معايا على السؤال ده where did you go yesterday. كده انا بسأل عن المكان. where did you go yesterday يعني اين ذهبت بالامس. بص بقى على الإجابة where did you go. قدام شوية هعرفك في الأزمنة إن ده اسمه past simple هنتكلم عنه بعد كده، وهنا go اتحولت لwent عشان ده زمن في الباست، فطبيعي إن أنا أقول I went to Luxor yesterday. أنا رحت الإيه؟ الأقصر إمبارح. بص معايا على اللي بعديها هتلاقي زي ما في where في كمان أداة اسمها when. ودي معناها متى، بسأل بيها عن الوقت. When did you go to Luxor؟ متى ذهبت إلى الأقصر؟ المرة دي مش بسأل عن المكان، أنا بسأل عن وقت ذهابك للأقصر. فبقول لك I went to Luxor yesterday. رحت الأقصر امبارح. الأداة اللي بعد كده هتبقى what.
بسأل بيها بمعنى ما أو ماذا عن أي شيء أو أي مفعول، بس لازم يكون غير عاقل. بصوا معايا كده. What did he do؟ ماذا فعل؟ هو عمل إيه؟ He studied English. المرة دي الجملة زمانها في الباست. He studied English. تاني أداة أو تاني طريقة What's your name؟ طبعا دي أسهل حاجة كلنا عارفينها. هنا بسأل بوات لأن اسمك شيء يعتبر غير عاقل، عشان كده سألت عنه بوات مش بهو. طيب what's your name؟ my name is علي، my name is أحمد، وهكذا. الأداة اللي بعد كده اسمها which بسأل بيها دايما للتخيير بين حاجتين. أنا عايز أعرف أيهما تفضل، كذا أو كذا، أيهما تحب، كذا أو كذا، يبقى أنا بخيرك بين حاجتين زي دي كده. which do you prefer؟ أيهما تفضل، فوتبول اور تنس، بخيرك بين رياضتين ومحتاج منك انك تختار واحده بس، عشان كده سالت بويتش. الاجابه ممكن تبقى I prefer tennis than football، واحد بيفضل التنس عن رياضه كره القدم. طيب ندخل على اللي بعد كده. الاداه اللي بعديهم من الادوات المهمه جدا وهي how ليها اشكال كتير جدا في اللغه الانجليزيه. how لوحدها معناها كيف. لما اقول لواحد how are you، ودي اسهل حاجه كلكم عارفينها، بيقول لي I'm fine thank you مثلا. ممكن اقول له how do you go to school، يقول لي I go to school on foot by bus، وهكذا. لو خدت بالك هتلاقي ان how هنا بسأل عنها بكيف، وهنا نفس المعنى برضو، بس هنا بسأل عن وسيله مواصلات انت ذهبت بيها للمكان الفلاني، فعشان كده قلت how do you go to school، قال لي I go to school on foot او by bus. طيب تعالى بقى نشوف اشكال how. لوحدها عرفنا ان معناها كيف. كل كلمة هتيجي ورا هاو هتغير معناها. أول شكل هاو ماني، معناها كم عدد. معظم طلبة إعدادي وثانوي اللي قاعدين بيتفرجوا على الفيديو ده عارفين معظم اللي أنا هقوله دلوقتي، بس إحنا بنعمل تذكرة سريعة مع بعض. هاو ماني كم عدد، بسأل بيها دايما عن حاجة لازم تكون كاونتابل، يعني حاجة أقدر أعدها، حاجة معدودة. زي إيه؟ زي الأداة دي مثلا. السؤال بيقول how many pupils are there in the class؟ كم عدد الأطفال أو الطلاب الموجودين في المدرسة أو في الكلاس في الفصل؟ فقال لي there are 30 pupils in the class، في 30 طالب في الكلاس. كده أنا سألت عن عدد، والبيوبلز ده يعتبر countable، حكينا عنه في الحلقة اللي فاتت اللي هو المعدود، وبالتالي أقدر أجمعه، فلازم أسأل عنه بهاو many. لكن لو بتسأل بهاو ماتش عن حاجة غير معدودة أو حاجة ليها علاقة بثمن أو بكمية، ممكن تقول how much is this shirt. كده بسأل عن سعر الايه القميص ده. This shirt is 130 pounds. فرق حضرتك وحضرتك ما بين شيرت القميص اللي بزراير والتي شيرت اللي هو التيشيرت ابو رقبه، وده ليه اشكال كتير، في منه راوند وفي منه بولو وغيرهم طبعا. وبالمناسبه كلمه بولو خطا شائع عند ناس كتير ان هي ماركه، هي الحقيقه ما كانتش ماركه. هو كلمه بولو لغويا اصلا اي حاجه ليها ياء دي اسمها بولو، لكن بعد كده اصبحت ترند واصبحت يعني نقدر نقول عليها ان هي كده اصبحت مارك موجوده دلوقتي في الاسواق، فبدات تبقى ليها اسم وليها صيت وليها شهره. لكن كلمه بولو ده نوع من الديزاينز، شكل التصميم نفسه اللي بيتعمل بيه القميص او التيشيرت. فعرفنا كده ان كلمه شيرت معناها القميص اللي هو بزراير. طيب this shirt is 130 pounds، ده كده قميص ثمنه 130 جنيه. انت سألت عن السعر. طيب لما نرجع تاني كده خطوة واحدة ونشوف how much rice do you need، ما كمية الرز. المرة دي بسأل بقى عن الكمية، ورايس طبعا uncountable لأن أنت عمرك ما هتعرف تعد حبات الرز، فطبيعي تسأل عنه ب how much. I need 3 kilos of rice، يعني أنا محتاج 3 كيلو من الرز. اللي بعد كده كمان هو why، الأداة اللي جاية اسمها why معناها لماذا، بسأل بيها عن السبب، وتقدر تجاوب عنها بأكتر من طريقة. حضرتك ممكن تستخدم so، ممكن تستخدم to والinfinitive، وممكن تستخدم because. بالمناسبة الكلمة دي اسمها because يعني لأن. أي واحدة من دول تعبر بيها عن السبب اللي خلاك تعمل الحاجة دي. Why didn't you go to school yesterday؟ يعني انت ليه ما روحتش المدرسة امبارح؟ فممكن واحد يقول because I was ill، لاني كنت مريض. لما ننتقل للاشكال اللي جاية كمان من ادوات الاستفهام، وهي باقي استكمال لاشكال how والكلمات اللي جاية وراها. تعال نشوف كده how هنا شكلها عامل ازاي. لما قلت هاو ماتش خلاص اتفقنا ان هي اسأل بيها عن الثمن واسأل بيها عن الكمية زي ما حكينا. حط وراها كلمة وايد، يبقى معناها هنا كم اتساع، يعني ما عرض هذا الشيء. بص كده how wide is the room، ما عرض الغرفة، عرضها قد ايه.
The room is 3 meters wide. الغرفة دي عرضها 3 متر. ده معنى كده ان انا بتكلم عن العرض. والطبيعي ان بعد اي كمية امتار او كيلومترات او غيره بتحطوا اي وحدة قياس لازم تحطوا وراها نفس الصفة اللي انت استخدمتها في السؤال. انا بسأل بهاو وايد لازم تحط في الاخر وايد. بسأل بهاو ديب ما عمق الشيء. How deep is the sea؟ ما عمق البحر. بصوا كده على الانسر دي. The sea is 100 feet deep. ادينا حطيت deep نفس الكلمة اللي موجودة في السؤال. معناها ان البحر هنا عمقه 100 قدم. طيب بصوا معايا بعد كده على how شكل مختلف اسمه how fast. ما سرعة الشيء. How fast can the train go per hour؟ يعني سرعة القطار قد ايه في الساعة؟ كل ساعة بيقطع مسافة قد ايه؟ The train can go at the speed of 30 miles per hour. عايز يقول لك هنا ان القطر بيجري بسرعة 30 ميل في الساعة. شكل جديد من اشكال هاو هي استخدام كلمة heavy بعدها. فهاو heavy معناها ما الوزن. اسأل بيها عن وزن الشيء. بص معايا كده how heavy is the watermelon؟ يعني ما وزن البطيخة. بص كده معايا هتلاقي how heavy حطيت معاها في الإجابة the watermelon الحاجة اللي بسأل عنها اللي هي البطيخ أو أي حاجة تانية is وحط وراها أي كمية من الكيلوغرامز أو من الجرامز أو أي وحدة قياس تكون خاصة بالهيفي يعني تكون خاصة بالوزن. فأنا قلت هنا the watermelon is 0 كيلوغرامز. ممكن أقول is 5 is 10 is 3 أيا كان الوزن اللي حضرتك وحضرتك عايزين تحطوه مع كلمة heavy. لحد هنا نبقى خلصنا كلامنا عن أدوات الاستفهام اللي هي الأشكال العامة. في حاجات شواذ شوية لأدوات الاستفهام. ممكن استخدم أحيانا حروف الجر مع أداة استفهام ويبقى المعنى متغير شوية. For example على سبيل المثال لو قلت about whom، كلمة whom لوحدها بسأل بيها عن المفعول العاقل، الشخص اللي اتعمل فيه حاجة بس هو شخص مش شيء. وبالتالي ممكن هوم لما اسال عنها انا عايز اقول عن من تتحدث، انت بتتكلم عن مين. دي اداه استفهام ممكن ابداها بحرف جر احطه قبل اداه الاستفهام. فاقول about whom do you speak معناها عن من تتحدث. اللي بعدها نفس القصة، كلمة what أنا بسأل بيها بمعنى ما أو ماذا، لكن لما أقول لك of what did you complain معناها تشتكي من إيه، مما تشتكي. كلمة مما بالعربي هي بتساوي في الإنجليش of what، يبقى what لوحدها أداة استفهام معناها ما أو ماذا، لما تحط of قبلها أنت كده حولتها لأداة استفهام معناها مما. طيب الشكل اللي بعدها what did you complain of، لو خدت بالك هتلاقي complain وراها of هي لو خدت of حطيتها في الاول زي ما عملت في الاكزامبل اللي فوقيه. معنى كده ان of what هي what لو حطيت of في نهاية السؤال. طيب تعالى بقى اوريك ازاي تكون سؤال في دايلوج في محادثة، وده من الاسئلة الصعبة اللي بتواجه شباب اعدادي وثانوي في تكوين السؤال. لما تبقى في جملة فيها فاعل معين او فيها helping verb يعني فعل مساعد معين وحضرتك عايز تحوله في السؤال، ازاي يتحول؟ عندنا شكل مشهور جدا للضمائر بستخدمه لما احب الاقيه في جملة واحب اكون عليه سؤال. ازاي الكلام ده؟ عندنا I لو حضرتك لقيت وراها am، واحنا قلنا من قبل كده في الحالات اللي فاتت ان am دي من الفيرب to be اللي هي فعل يكون معناها انا اكون. لما تشوف حضرتك I am في جملة عايز تكون عليها صيغة question سواء ب yes or no او ب WH زي ما حكينا من شوية، هتحول I am على بعضها ل are you، ودي صيغة ما بتتغيرش لازم حضرتك تحفظها. نفس الكلام لو لقيت ورا I was، وده برضو من اشكال verb to be بس في الباست في الماضي مش في البريزنت. I was تحول دايما في السؤال ل were you. طب ليه بقى كده؟ لان I اصلا singular تاخد وراها verb to be في الباست في الماضي was، لكن you تعامل معاملة الجمع فطبيعي يجي معاها where، فلما تشوف I was في جملة تحول في الكويستشن او في السؤال ل were you. عندنا كمان I we، I أو we ده المقصود بيها، أنا حاططهم ورا بعض هنا عشان أفهمك إن I أو we أي ضمير في الاتنين موجود في sentence في جملة خبرية في إجابة طبيعي إنك تحولهم ليو في السؤال وإنت مغمض. عندنا كمان me أو us، الاتنين دول ضماير مفعول حكينا عنهم في الحلقة اللي فاتت، ممكن ترجع تفتكر ضماير المفعول كلها me وهم وهير وات واس ويو وذم. المجموعة دي لو شفتها في جملة وهي ضمير مفعول طبيعي تحولها حضرتك ليو، وبالمناسبة يو من ضمائر المفعول بس انت هتحطها في صيغة الكويستشن. عندنا كمان اخر اتنين فيهم
لو شفت واحد من صفات الملكية ماي أو اور في جملة خبرية في سنتنس، يبقى لازم السؤال يبقى محول لكلمة يور. يبقى ماي أو اورز لازم تتحول، أو ماي وأور دي لوحدها تتحول لكلمة يور، أي واحدة فيهم صح. عايز أقول this is my pen، هذا قلمي، فلو واحد بيسأل بقى هيقول is this your pen، أديني حولت ماي لإيه؟ ليور. ولهنا تبقى انتهى كلامنا عن الجزء الخاص بتكوين السؤال وتحويل الضمائر.